بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم. يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. في ناس كثيرة جدا يا جماعة ب... عندها مفاهيم خاطئة وبتلخبط ما بين البلسم وما بين الزيت، تمام، في الاستخدام او في المعنى ودور كل واحد فيهم. وبسبب المفهوم الخاطئ ده بيتم استخدام هذه المنتجات بشكل غلط، وبالتالي مفيش تحسن، وبالتالي مفيش حل للمشكلة، بل ربما يكون ضرر أكثر. تمام. بعض الناس بيتخيل إن الزيت بيرطب الشعر، تمام، أو بيعالج تساقط الشعر، تمام. حتى تلاقي مثلا جملة مكتوب عليها ضد تساقط الشعر، ضد تساقط الشعر، وهنشرحها في آخر الفيديو. لكن أهم شيء عايز أوضحه هنا في الفيديو أو في هذه الدقائق ما هو الفرق ما بين البلسم والزيت، تمام، وإزاي نستخدم ده وإزاي نستخدم ده، و إيه دور كل واحد فيهم. تمام. طبعا لو حضرتك اول مرة بتشوف فيديوهات ليا، اتشرف طبعا ان حضرتك تدعمني عشان يوصلك باذن الله كل معلومة مختصرة مفيدة ليك في مجال الادوية عامة ومجال الطبي بصفة عامة. اولا، الزيت يرطب الشعر، دي معلومة غير صحيحة. الزيت لا يرطب الشعر، ولكن اللي بيرطب الشعر هو البلسم. طب الزيت بيعمل ايه؟ الزيت بيغلف الشعرة المرطبة، يعني بيحافظ على الترطيب بتاع الشعرة من ناحية التغليف. تمام. ده اللي هو الوظيفة الأساسية بتاعت الزيت. تمام. الوظيفة الأساسية بتاعت البلسم إنه بيرطب الشعر من الداخل، تمام، لأنه بيحتوي على مواد مواد مرطبة ومية، فبالتالي بيقوم بترطيب الشعرة بشكل جيد. تمام. كمان إنه هو بينعم الطبقة الخارجية للشعرة، فبالتالي بيؤدي إلى تنعيم الشعر وبيفك التشابك. بالنسبة للتأثير بتاعه بيعتبر تأثير علاجي. أما بالنسبة للزيت فهو مش بيرطب الشعر، لكن هو بيحافظ على الترطيب اللي بيعمله البلسم. تمام. التأثير بتاع الزيت تجميلي وليس علاجي. يعني لما نقول ان هذا الزيت مكتوب عليه ضد تساقط الشعر، فهو بيحل تساقط الشعر لو كان السبب غير هرموني او غير مرضي او مش مرتبط بموضوع طبي. تمام. طب لو مرتبط بموضوع طبي وبرضه مثلا مكتوب في الوصفة زيت شعر، اكيد الشخص ده عنده مشاكل مرضية ادت لتساقط الشعر، وكمان عندي بعض العادات وبعض الامور، العادات التجميلية اللي محتاجة الزيت. تمام. طبعا البلسم مهم لجميع انواع الشعر بلا استثناء، ولكن الزيت بيستخدم للشعر الجاف او الكيرلي حسب الرغبة وحسب ما انت شايف قدامك، عشان الزيت ما ينفعش يتحط بكثرة وما ينفعش يتكرر كثير الا في حالات معينة، عشان ما يحصلش انسداد في فروة الرأس ممكن تؤدي الى قشرة. طب وقت الاستخدام بالنسبة للبلسم يستخدم بعد الشامبو مباشرة، وبعد كده يتغسل بالماء وما يتحطش على فروة الشعر أو فروة الرأس. طب بالنسبة للزيت يتم استخدامه بعد الاستحمام على شعر يكون مرطب شوية، يعني زي نهاية الترطيب كده. بعد ما رطب بحط حاجة تكفل على الترطيب، او بستخدمه قبل الحمام كحمام زيت، وبعد كده بنتظر اذا كان يتغسل او في الغالب ممكن يترك، وبحط كمية قليلة. تمام. ده بالنسبة لأهم الفروقات وأهم الأخطاء اللي الناس بتوقع فيها في البلسم والزيت. البلسم لا يستخدم على فروة الرأس، أيضا الزيت ما يتحطش كتير فوق فروة الرأس،
الا في حالات معينه نادره، لكن انا بكلم حضراتكم على اهم الفروقات. البلسم يستخدم بعد الشامبو او بعد غسيل الشعر لازم. البلسم ضروري لكل انواع الشعر. اما الزيت فيعتبر حسب الحالة وحسب الرغبة للشعر الجاف او الشعر المتطاير او الكيرلي. يا ريت لو في اي استفسار او اي معلومة عايزين تواصلوا معنا عبر الاستشارات عن طريق ارقام الواتس او في التعليقات. تحياتي لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.